وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني، كلمة موجزة إن شاء الله تعالى لا أطيلها عليكم. وبالمناسبة يعني عندما وجدت بعض الإخوة بمجرد أن يسلم الإمام من الصلاة مباشرة ينصرفون ولا يستغلون هذه الفرصة العظيمة وهذا الكنز الذي لا يعدله كنز بعد صلاة الواجبة، ارتأيت أن أنبه على قضية مهمة جدا بعد الصلوات. بعض الناس يأتون ينتظرون الصلاة حتى يدخل الإمام في الصلاة، ثم بمجرد أن يسلم فإذا هو عند الباب، وربما يتحدث هناك ويثرثر هناك، فأحيانا إبليس هو الذي يناديه يقول له اطلع اخرج من المسجد، تعال يا صاحبي. فأنا أريد أنبه على قضية عظيمة هنا. كما تعلمون ورد في الصحيحين من أحاديث كثيرة متنوعة بألفاظ مختلفة بروايات، رواية أبو هريرة وأبو ذر وغيرهما، أن فقراء المهاجرين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوفدوا إلى الرسول، أرسلوا وفدا إلى أين؟ إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالنعيم المقيم والفضل العظيم. أهل الدثور يعني أهل الثروة، أهل الأموال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم مال، والتمول وبحث المال قضية محمودة إذا كان من حلال، كما كان يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، غيرهم كانوا أغنياء عندهم أموال. نعم المال الصالح للرجل الصالح كما يقال في الحديث والأخبار. فهناك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أموال الحمد لله، وبعض الآخرين كانوا فقراء كأهل الصفة وفقراء المهاجرين، وكان منهم أبو هريرة. ولذلك عندما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طرحوا عليه هذه القضية، قالوا يا رسول الله أهل الأموال عندنا ذهبوا بالفضل العظيم والنعيم المقيم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما ذاك؟ ما الذي حصل؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال، يعني أموال كثيرة، يتصدقون ولا نتصدق وأنتم تعلمون فضل الصدقة، ويحجون ولا نحج لأن الحج يحتاج ماذا؟ مالا، ويجاهدون في سبيل الله، يدفعون الأموال ويجهزون الغزاة. فهؤلاء ذهبوا بالفضل العظيم ونحن لا نقدر على ذلك. هذا هو التنافس المطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهؤلاء كما تلاحظون ما ذكروا شيء يتعلق بالدنيا، ما قالوا يا رسول الله يتزوجون ولا نتزوج، يأكلون طعام يعني لذيذ ولا نأكل، ما ذكروا أشياء تتعلق في هذه الحياة، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ما كانت تساوي عندهم شيء، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا زهاد في هذه الحياة. لذلك القضية الدنيا والأموال والأكل والمركب ومرفش وغير ذلك ما تعنيه، وإنما ذكروا الآخرة، التنافس بالآخرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. القضية تتعلق بالصدقة، والصدقة ليست من الجيب فقط، الصدقة ليست من النقود فقط. أن بعض الناس يظنون أن الصدقة إذا قيل تصدق أن الصدقة فقط هي الأموال، لكن مفهوم الصدقة أوسع وأعظم في الشرع من الثمن والفلوس والأموال. أنا مرة قلت لبعض الإخوة في المسجد عندنا: من يتصدق يا جماعة؟ كنت أريد مهي أذكر لهم يعني فضل الصدقة وأنواع الصدقة، فقلت: من يتصدق؟ الذي يتصدق فليرفع يده. فما رفع يده إلا واحد أو اثنين، والناس كانوا ينظرون هكذا كأنني أجمع الأموال من عندهم. فقلت: يا أخي، من يتصدق؟ من يقول سبحان الله، ومن يقول والحمد لله، ومن يقول لا إله إلا الله، ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، ومن يعين يعني صاحب الحاجة. فأوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ التصبيح صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، ولا إله إلا الله صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. جاهدوا بذكوركم كما قال. فالمهم أقصد يعني فالصدقة كثيرة ومتنوعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرح عليهم هذه القضية، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: سأخبركم شيئا إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم، ولا يسبقكم أحد إلا من فعل مثل ما فعلتم، وتكونون خير من تكونون بين ظهرانين، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الفضل العظيم الذي لا يدركه الإنسان مهما كان إلا من فعل مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح عليهم قضية عظيمة، فذكر لهم ماذا؟ التصبيح والتحميد والتكبير بعد الفرائض. تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون 33 دبر صلوات. هذا فضل عظيم، وبعض الناس يتركون هذا الفضل، هذا الكنز العظيم، بمجرد يقول الشيخ السلام عليكم ربما يتبرم إذا قال الإمام شيئا من الصلاة ينظر إلى الساعة يقول هذا طول علينا، ثم عندما ينتهي من الصلاة ما هو وراءه قضية، يجلس هناك يفرفر ويشرب الشاي. هذه هي الإشكالية الكبيرة. الشيطان هو عدو لدود، فيريد أن يطردك من الخير. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجدوا هذا الكنز العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بعد صلوات يسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد ولا إله إلا الله. وأغنياء المسلمين أغنياء الصحابة لاحظوا أمرا جديدا فسألوا قالوا: ما الذي حصل؟ فرووا لهم الحديث، لأنهم لا يكتبون العلم، ليسوا بخلاء إلى هذا الحد. فذكروا لهم القضية أنهم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم هذا الخبر العظيم النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأوا يسبحون معه كذلك سبحان الله والحمد لله. الأغنياء لا يذهبون مباشرة حتى يفتحوا الدكاكين ويستغلوا، وإنما بعدما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بدأوا يسبحون ويكبرون ويحمدون الله ويقرؤون الأذكار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن دبر الصلاة أن تقول يعني هذه الأذكار العظيمة. وبعد ذلك وجدوا أنهم فعلوا مثل ما فعلوا، فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسلوا وفد من جديد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا ما فعلنا ففعلوا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأموال فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فأقصد وراء ذلك يا جماعة بعد الصلوات الواجبة فيه كنز لا تتركه. اذكروا الله عز وجل، تمهل قليلا، اجلس شوية، اذكر الله عز وجل، فاستغل هذه الفرصة المناسبة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى حاجتك. لكن
السلام عليكم السلام طوالي مباشرة فإذا هو عند الباب. هذا ما ينبغي. اللهم إذا كان عندك حاجة أو ضرورة أو شيء مثل هذا يعني أنت معذور، لكن بما أنك عندك فرصة اليوم كله تشتغل وتعمل ورجعت إلى المسجد ووجدت فرصة يعني سانحة، هذه استغلها بإذن الله عز وجل. وهذه الذي كنت أريد أن أنبه عليها ولا أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم وأصلح شأنهم واجمع شملهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم كفار فاحملهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قيض لهم مددا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم المعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا